ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده عملنا طبق من الكلاسيكيات في الشتاء. هنعمل سبانخ، بس هنعملها باللحمه المفرومه. هعملها بطريقه سهله جدا وسريعه خالص خالص وبسيطه. اول حاجه عندي احضر بصلايه متوسطه الحجم، ايا كان احمر او بصل ابيض اللي بتحبوه. ابتدي ان انا اقطعها كده مكعبات صغيره. لو انتوا عندكم لحمه متعصجه اوريدي، يعني احنا هنستخدم في الوصفه دي لحمه مفرومه، فلو عندكم لحمه متعصجه اوريدي خلاص ممكن نستخدمها في الوصفه دي على طول. احط بقى سمنه او زبده، اي حاجه، وبعدين هنزل بالبصل. يعني يهدى كده شويه، ومش عايزه ياخد لون، انا عايزاه بس يدبل شويه. وكمان عندي توم، ضروري جدا هنحط توم علشان السبانخ بتحب التوم، يعني بيمشوا مع بعض. هنزل بقى باللحمه المفرومه بعد ما حطيت البصل. التوم هحطه مش دلوقتي. هنا فتت اللحمه المفرومه كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي احط لها بقى البهارات. حطيت فلفل اسود، حطيت ال11 بهار من كنور، مش هستغنى عنه بصراحه، وملح. نقلب بقى كل ده مع بعضه كويس قوي. وكمان محضره عندي طماطم مضروبه في الخلاط، يعني 4-5 طماطمات كده مضروبين في الخلاط عادي، عصير طماطم يعني. ابتدي بقى اوسع وانزل بالثوم. انا مش عايزه الثوم يعني ايه يلون ولا اي حاجه، انا بس عايزه اشم ريحته كده واحس بيه في الاكل يعني. هنا كنت ضربت الطماطم على طول في الخلاط، كانت الطماطم متلجه. والسبانخ كمان فروزن برضو موجوده دلوقتي وسعرها كويس جدا، نجيبها ونخزنها تبقى حلوه قوي. حطيت الطماطم، سبتها تتسبك شويه، وبعد كده حطيت شويه من الكمون مع الطماطم. وطبعا عشان الطماطم وكده فحطيت معلقه صغيره من السكر، وطبعا سماق، طالما هنستخدم سبانخ يبقى لازم نحط سماق، بيبقوا حلوين قوي مع بعض. ونزلت هنا بكيس سبانخ انا عندي مفرزناه. كميه بقى براحتكم خالص، شوفوا الكميه اللي يعني ده على ده، شوفوا الكميه اللي انتوا تحبوها. راعوا كمان ان السبانخ بتكش جدا وبتقل جدا. هنا حسيت ان انا محتاجه صلصه، فزودت كده معلقه كبيره من صلصه الطماطم او معجون صلصه الطماطم، علشان تبقى يعني ايه السبانخ تبقى حلوه كده. هنا بقى بصوا بقى الجمال بقى، كانت خطيره خطيره الوصفه دي بجد، حلوه قوي وسهله وسريعه جدا، ما خدتش وقت خالص، وكانت تقريبا نص ساعه والغدا كان جاهز. نعمل بقى شويه رز بالشعريه جنبه، شويه سلطه، ووجبه لذيذه وسريعه ومش مكلفه وموفره وكل حاجه. هنحاول نوفر شويه في التكاليف الفتره اللي جايه، ف هنعمل وصفات مبتكره كده ولذيذه. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا له لايك وشير، وكمان اعملوا سبسكرايب لو اول مره تشوفوني. باي باي.